دكتور محمود، هو ينفع صوم رمضان وانا برضع؟ اول حاجه كل سنه وانت طيبه والف مبروك على البيبي. اهم فتره في عمر طفلك واللي محتاج فيها تغذيه سليمه هي اول 1000 يوم من حياته. علشان كده الشرع بيحلل للست المرضعه انها تفطر، لان ده ممكن ياثر بالسلب على صحتها وصحه طفلها. الطب بيقول ان الستات اللي طفلهم كمل 6 شهور ممكن يصوموا عادي، لكن بشروط، لان الصيام وقت الرضاعه ممكن يتسبب في جفاف للام، وبالتالي نسبه اللبن هتقل، وده هيأثر على تغذيه الطفل ونموه الطبيعي. هقول لك تعملي ايه علشان تصومي صح وتعدي الفترة بتاعت رمضان بأمان انت وطفلك. اشربوا مية كتير ولبن كتير، وابعدي تماما عن الكافيين بكل انواعه والمشروبات اللي فيها نسبة سكر عالية، وبدلي الحلويات بالفواكه، ونبعد تماما عن الملح. وضروري تفطري كويس بوجبة غذائية كاملة فيها كل العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها، ومرتين على الأقل في الأسبوع تاكلي بروتين نباتي زي الفاصوليا البيضاء أو العدس. وجبة السحور لازم يكون فيها بروتين زي الفول والبيض والزبادي، وما تنسيش ثمرة الفاكهة. وطبعا مش هوصيكي على شرب المية. طب ايه العلامات اللي لو لقيتيها عندك او عند طفلك توقفي صيام تماما وترجعي للدكتور؟ لو حسيتي بصداع او دوخه او جفاف في الشفايف والفم، ولون البول ابتدى يكون غامق، لازم توقفي الصيام فورا وترجعي للدكتور. طيب وطفلي ممكن يتاثر بالصيام حتى لو انا ما اتاثرتش؟ الاجابه ايوه طبعا. طيب هعرف ازاي يا دكتور؟ اول حاجه لو عدد الحفاضات بتاعته قلت عن 6 حفاضات في اليوم، او حفاضات البراز قلت عن 3 حفاضات في اليوم، ده بالتدريج هيسبب فقدان للوزن ومشاكل في نموه وتطوره الطبيعي. فلو حابه تصومي لازم تصومي صح. ولو عندك اي استفسار بخصوص الرضاعه والصيام ممكن تبعتلنا على رسائل الصفحه، وان شاء الله نقدر نرد عليكي. كل سنه وانتم طيبين.